هو فعلا الدرجه دي؟ فعلا الدرجه دي. ودي الامثله اللي انا حابب اشارككم بيها قبل ما نطلع فوق لامثله تانية اتقل واعلى وليها ثقل اكتر في المشروع بتاعنا. اهلا بيكم وتعالوا نكمل دردشه مع نوع تاني من البشر اللي بنتعامل معاهم. اتكلمنا قبل كده عن التيم بتاعنا وخدنا الموضوع من اكتر من زاويه. دلوقتي هنتنقل على مجموعه تانية من البشر وهم بقيه الستيك هولدرز. طبعا زي ما انتم عارفين التيم بتاعنا نفسه هو جزء من الستيك هولدرز، ولكن الستيك هولدرز بيضموا ناس تانية كتير غير التيم بتاعنا. الاول تعالوا نرجع ونفتكر مع بعض هم مين الستيك هولدرز. ببساطة شديدة ستيك هولدرز هم أي حد أو أي مجموعة ناس أو أي جهة ليها علاقة بالمشروع بتاعنا، بتأثر في المشروع أو بتتأثر بالمشروع، والتأثير ده ممكن يكون سلبي وممكن يكون إيجابي. زي مين؟ تعالوا ناخد أمثلة بسيطة جدا تورينا إن في ستيك هولدرز كتير ممكن يأثروا على المشروع بتاعنا. تعالوا ناخد السايس اللي موجود في الشارع بتاعنا اللي فيه الشركة ونشوف تأثيره شكله ايه. تخيلوا معايا انا عندي اجتماع مهم وعندي ناس جاية من بره في الاجتماع دون. لو صديقنا السايس دون زعلان مننا مش هيلاقي لك ركنة، وبالتالي ممكن الميتنج يتأخر بس علشان السايس او البيه السايس مش لاقي ركنة لينا او بيدعي انه مش لاقي ركنة لينا. ويا سلام بقى لو السايس ده متظبط وعلاقتنا بيه كويسة، يا فندم سيب العربية في نص الشارع ومالكش دعوة انا هركنها لك. تعالوا نبص على نوع تاني وبرضه ناخد مثال بسيط جدا. زي مين؟ زي لو احنا رايحين نخلص اي حاجة في جهة ما، بندور على مين؟ بندور على اللي يخلص لنا الشغلانة دي. مين اللي يخلص لنا الشغلانة دي؟ عادة بنروح لحد زي عامل البوفيه، زي السايس، زي الفراش، زي وات ايفر، حد يكون مستواه مش عالي جامد ولكن ليه علاقات جامدة جدا يقدر يخلص لي الشغل، وبالتالي لو رضي عني الدنيا هتمشي كويس، ولو انا زعلته او مرضيش عني الدنيا ممكن تقف. هو فعلا الدرجه دي؟ فعلا الدرجه دي. ودي الامثله اللي انا حابب اشارككم بيها قبل ما نطلع فوق لامثله تانية اتقل واعلى وليها ثقل اكتر في المشروع بتاعنا. بس فكرتي من الامثله اللي احنا عدينا عليها ان نيفر نيجلكت ستيك هولدر. اوعوا ما تاخدوش بالكم من الستيك هولدرز كلهم، ما تتغاضوش عن حد من الستيك هولدرز وتقولي لا ده ملوش تاثير او مش هياثر معايا. لا، شفنا السايس ممكن ياثر على المشروع بتاعي، الجيران لو انا ببني في منطقه ممكن ياثروا على المشروع بتاعي، مكالمه صغيره محضر صغير يعمل لي مشاكل في المشروع بتاعي. ستيك هولدرز هو اي حد له علاقه بالمشروع هيأثر او بيتأثر، وافتكروا هم كلهم بشر، وبشر يعني ايه؟ يعني مالهمش كتالوج. تعالوا في الفيديو اللي جاي نبدأ نشوف هنحلل الستيك هولدرز دول ازاي ونشوف هنتعامل معاهم ازاي.